يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل مملكه في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني قد الدنيا كلها. اخيرا بقى يلا بينا كده نطلع برا البيت واخدكم فلوج برا البيت كده. يوم كامل هنقضيه في الملاهي زي ما انتم شايفين كده. احنا موجودين في الملاهي بتاعه طنطا اللي هي الملاهي ملاهي اللالا لاند. اكيد في منكم عارفها وفي منكم مش عارفها. فدي ملاهي كبيرة جدا جدا، وحبيت ان انا اقضي معاكم اليوم كله كده من اوله لاخره. فحط اللايك الجميل، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه يلا بسرعه انزلوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس على اشعارات الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد بوست جديد لايف جديد على القناه يوصلك اشعار بيه قلب اختك. تدخلي تنوريني بقى باحلى لايك من احلى اخت في الدنيا. دلوقتي احنا دخلنا من البوابه. التيكت بتاع البوابه هقول لكم بقى ايه التفاصيل. التيكت بتاع البوابه بتدفعي 15 جنيه على الانفار الكبيره، يعني الافراد الكبيره بس اللي داخله. والاطفال بيدخلوا من غير فلوس. ولما بتدخلوا اي لعبه بقى، المفروض ان اي لعبه انت بتاخدي تيكت كده، تبقى مشترك في الالعاب كلها. واي لعبه بقى بياخدوا التيكت منك ويعدوها كده على جهاز، وياخدوا الفلوس بتاعه اللعبه منه. اقل لعبه هناك ب 30 جنيه. المفروض ان انت بتروحي تشحني التيكت ده اقل حاجه ب 200 جنيه. وتلعبي بقى الالعاب بقى ايه لحد لما يخلص. في طبعا كل ما بتكتري، يعني في 200، في ب 300، في ب 500، في ب 750، وفي ب 1000. من اول 1000 كده بتاخدي اوفر عليه او حاجه زي حاجه زياده عليه كده. 350 جنيه على ال1000. وطبعا بيبقى معاكي العاب مفتوحه بقى، واول ما بتدخلي اي لعبه بياخدوا منك التيكت يقوموا ماشيينها كده على الجهاز. ياخدوا السحب بتاع اللعبه بس، يعني مبلغ اللعبه، ويفضل التيكت معاكي. تمام. طب لو التيكت بقى ايه، انت خلصتي يومك بقى والتيكت لسه فيه فلوس زي ما احنا عملنا كده في يومنا. احنا التيكت بتاعنا كان لسه فاضل فيه فلوس. قالوا لنا ممكن تيجوا في اي يوم خلال لكم سنة، يعني التيكت الصلاحية بتاعته بمعنى اصح بيبقى معاكي لمدة سنة. يعني انت ممكن تروحي تشحني التيكت وزهقتي وعاوزة تروحي بالتيكت معاكي وترجعي في اي يوم عادي جدا. فاهم حاجة؟ لو لسه محطتوش اللايك حطوا اللايك. وتعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه النهارده في يومنا. اول ما دخلنا كده دي دخلت اساسا الملاهي في الصاروخ ده، وفي كذا لعبة كده زي الزحليقة، وفي حاجات كتير جدا 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 هنشوفها مع بعض في الفيديو النهاردة. حبيت ان انا اصور لكم بقى الالعاب كلها علشان لو حد عاوز يجي يبقى عارف المكان عامل ازاي. اول حاجه لما دخلنا اخدنا جوله الاول في المكان كله، عرفنا ايه الموجود في المكان، ايه الالعاب اللي كانت موجوده قدامنا. رتبنا نفسنا مثلا زي ما بيقولوا كده، هنركب ايه هنعمل ايه. دي كانت اول لعبه كده اول ما بندخل من البوابه. وهنا كانت لعبة تانية اللي هي الساقية دي. وكان في طبعا الزحليقة الناحية التانية. وكانت الملاهي كبيرة جدا جدا جدا، وفيها مجموعة ألعاب حلوة قوي قوي قوي. ولو حابين تيجوا تقضوا يوم من غير ما تلعبوا هتلاقوا يوم مميز برضو، وهتعرفوا انكم تستمتعوا بيه. هنا بقى دي عربيات كده زي عربيات سباق كده. العربيات دي لفة الملاهي من اولها لاخرها كده، لكن عاملينها زي كباري كده، زي كوبري كده الناس تعدي من فوقيها زي ما هو واضح قدامكم كده. طبعا بقى كنا جايين بالنهار، واللي حابب ان هو يجي لازم يجي في وقت بدري علشان يقدر ان هو يلعب الالعاب كلها. لان كانت زحمه موت، علشان ندخل اي لعبه او نلعب اي لعبه لازم نقف ساعه كامله او ساعه الا ربع على بال ما دورنا يجي. طبعا انتوا عارفين الاعياد والزحمه. وده كان المفروض الخروجه دي تالت يوم العيد. يا مودي واقفه لها مود. هنا بقى دخلنا مكان كده، ده مكان زي مغطى كده زي ما بيقولوا.
زي نظام أوضة كده وشاملة مجموعة ألعاب ضخمة، يعني هي فيها مجموعة ألعاب كبيرة جدًا، جدًا، جدًا في العدد يعني، وفي في الحجم كمان. هتشوفوا دلوقتي من المجموعة دي فيها الترامبولين، فيها kids area، فيها مجموعة الألعاب إن هي تنفع للكبار وتنفع للصغيرين، والصغيرين هتلاقوا الألعاب بتاعتهم أكتر، يعني في المكان اللي زي ده اللي هو بيبقى محدود، اللي هو عامل زي الkids area اللي بيبقى مقفول ده، بتلاقوا مجموعة ألعاب إنكم تقدروا تستمتعوا، الأطفال تستمتع أكتر في الأماكن اللي زي دي. طبعًا دخلنا أول حاجة استكشفنا المكان وشوفنا الألعاب إيه، وبدأنا بقى إن إحنا نختار هنلعب إيه ومش هنلعب إيه. طبعًا الكارت اتشحن الأول قبل ما ندخل أي لعبة، لازم الكارت اللي معاكم اللي بيسلموه لكم على البوابة برّه لازم يتشحن ولازم يبقى معاكم رصيد فيه، علشان لمّا تدخلوا على أي لعبة أو على أي جهاز تقدروا إنكم تدخلوا اللعبة دي، ولازم يبقى في رصيد في البنك إيه في الكارت عشان تقدروا تدخلوا الألعاب. هنا دي الترامبولين، وفي هنا زي نظام عربية كده زي ما انتم شايفين العربية الطايرة دي. وهنا طبعا حبيت بقى ان انا استكشف المكان مع الولاد، واول حاجة دخلناها هندخل بقى الترامبولين ونتنطط بقى ونلعب كلنا. ودي طبعا ترامبولين مش بتاعت اطفال بس، يعني هي بتاعت اطفال وكبار، فطبعا لازم ما ضيعش اي فرصة في مكان زي ده. فدخلنا انا وريماس، مودي دخل معانا فعيط فخرجناه بره. زي ما انتم شايفين كده انا جوه اهو، طبعا كان جوزي بيصورنا من بره السلك، يعني هو ما دخلش معانا جوه. طبعا كان معانا عدد من الاطفال يعني، وكانوا بيتنططوا معانا زي ما انتم شايفين كده، وكان معانا طبعا صحاب جوزي، وكان يوم ممتع جدا جدا جدا. اليوم هناك كان مميز بان المكان واسع وتقدري انك تقضي اليوم كامل فيه، وتقدري كمان انكم تركبوا كذا لعبة في اليوم، تغيروا من هنا لهنا لهنا لهنا. والمبالغ طبعا مش هقول لكم المبالغ البسيطة في الألعاب، يعني أقل لعبة احنا دخلناها كان ب30 جنيه، لكن الأطفال يقدروا تستمتعوا على قد ما يقدروا، يعني هتغيري كده في الألعاب وهتلاقي حاجة ان الأطفالك تستمتع بيها. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده ده بحر، تحسوا ان هي حتة كده زي البحر اللي هو المكعبات السفنج. هناك اهو انتوا شايفيني انا ريماس طبعا مستمتعة جدا جوه اللعبة دي. انا عندي مودي بيخاف من التنطيط والحاجات اللي زي دي. وقفنا بقى وقعدنا نلعب، وقعدنا بقى نعمل حاجات كتير جدا جدا جوه. شايفين انا كنت هناك اهو بتنطط، يعني واخده اللعبه من تحسوا اولها ان احنا لاخرها، واخدين انا اللعبة وريماس لحسابنا اهو كده. رايحين جايين في اي مربع من ده. طبعا المربعات من تحت اللي دخل اللعبه دي اكيد عارفها، اللي مش عارفها دي مربعات كده زي نظام سوسته كده، والجوانب او الحواف دي ما بتنططيش، يعني تقدري تقفي عليها عادي، يعني ما تتنططش ولا تتحرك من مكانها. لكن اللي هي بتتنطط وتاخدك كده وتطلع اللي هي المربع اللي في النص. هنا كنت بتخانق مع طفل كده عاوز يلعب مكاني وانا مش راضيه اوسع له، هو يقول لي ده مكاني وانا اقول له ده مكاني، لان اساسا ده المكان كان بتاعنا من الاول، وهو يعني احنا طلعنا من المكان ده فهو جه يلعب فيه فقال خلاص ده مكاني بقى، فعاوز يخرجنا وعاوز يخرج ريماس، فانا ما رضيتش الصراحه، يعني قلت له لا اديني فرصتي ان انا العب. طبعا بقى اليوم كان حلو قوي قوي قوي، وكنا فرحانين جدا جدا، يعني مظاهر البهجة حتى هتلاقوها على وشنا. اليوم كان ممتع، المكان اساسا ممتع. قعدنا نتنطط بقى، وبعد ما اتنططنا وخلاص هلكنا نفسنا من التنطيط. عاوزه اقول لكم ان هي متعبه على قد ما هي يعني ايه مشوقه وكده، لكن متعبه. بعد ما نزلنا هتشوفوا منظرنا دلوقتي اتبهدلنا، عرقنا جدا جدا جدا، يعني كان في بهدله جوه. بصوا حبيت ان انا اوريكم منظري بعد ما طلعنا. بصوا ريماس بقت عامله ازاي متبهدله. هنطلع دلوقتي هنركب لعبه تانية. اللعبة صعبة عليهم ولا ايه؟ بلبس اهو هذه
هنا بقى الولاد دخلوا الاعصار، اللي هو الاعصار بتاع الصغيرين بقى، معرفتش ادخل معاهم يا خساره. انا دخلت معاهم اللي هي العربيات، ودخلت معاهم الترامبولين، وهنا معرفتش بقى ان انا ايه اتمرجح معاهم، يعني قلت لهم يلا خدوا فرصتكم بقى من غيري. دخلوا بقى وقفوا في الطابور كده واستنوا لما دورهم يجي. يا مودي هنا بقى كان دورهم جه خلاص، ودخلوا اخدوا بقى كل واحد كرسي، فالكراسي كانت ناقصة عدد منهم، يعني كان في طفل منهم كان لسه ما قعدش من العدد اللي معانا، فقالوا له لا، يعني المرة الجاية بقى اللي هو الدور الجاي يبقى يركبوا كلهم، لان في اطفال زادت على العدد اللي هو كان معانا شايفين. فاطفال يعني غريبة قعدت، فالمفروض ان الاطفال بتاعتنا كلها كانوا قعدوا في مجموعة كراسي كلهم مع بعض، علشان يبقوا ركبوا مع بعض، ما يبقاش في حد ركب وحد ما ركبش. فدلوقتي هيفك لهم تاني بعد ما قعدوا، هيرفع لهم تاني الحزام اللي بيبقى عليهم ده، وهينزلهم، وبعدين الدور الجاي هيركبوا فيه. هنا بقى قلت على بال ما الولاد ينزلوا كده اصور لكم كام لعبه، لان كان في لعبه خاطفه الجو شويه، اللي هي زي الناين دي، اللي هي النضاره اللي بتلبس دي، مش عارفه بصراحه، يعني انا مش عارفه هي اسمها ايه، 9 دي 5 دي كده يعني، مش عارفه الصراحه. فكان في واحده زي ما انتم شايفين كده كانت واقفه ومرعوبه جدا جدا، وكان عياط بقى وصريخ وهستيريا، كانت لما المكان كله. هو ظاهر لها ايه؟ سكه سكه سكه. وطبعا هما مش ناسيين الاطفال خالص في اي لعبه، اي لعبه في منها الكبير وفي منها الصغير، يعني بتبقى ايه، حاجه مصغره كده من نفس اللعبه. ودي واحده طبعا كانت دخلت تاني بعد اللي كانت بتعيط وخرجت كان من عياط هستيريا. وهنا ده ايرون مان طبعا بالنضاره، برضو بتلبس النضاره كده، واللي بيبقوا شايفينه في النضاره هو الموجود على الشاشه. هنا الولاد بقى كانوا ركبوا خلاص اللي هو الاعصار ده، هصورهم لكم بقى في الاعصار، واوريكم ده الاعصار وهو شغال كده. بص بص يوسف، مستعجله مستعد يا يوسف. بتعمل ايه؟ يا مودي
دي بفلوس برضو؟ ايه؟ مش شغالة؟ يلا مش شغالة دي. تعالوا نلعبوا حاجة تانية أحسن. مش ليه بس مش شغالة. بص يا زعوي ولا بص. بيعملها وانا عايز اعمل بتاعي. اللي بيمسكوه. حطها باور معلش كده. ايه ده بقى؟ بتقفل بعد ما تطلع عشان هي ما تجيبش حاجه. يلا مش حلو، ما بتمسكش حاجه والله. مش هتعرف تلعبها يا موزي. يلا نلعب في الالعاب اللي بره. يلا يلا في الالعاب اللي بره. اللعبه دي ببلاش، اعمل زي ما كنت عامل. اعمل زحلق. زهقت ايه؟ هات هدي مولتو، هاتلكم مولتو. تجيبي حاجة تانية؟ شيبسي؟ شيبسي جوه. هات هتجيب ايه؟ ايس كريم ايه؟ نعم. حار نار لا. تاخد جرح. بابس حلو، هات بابس. هاتلك بابس احسن. اخترت ايه؟ ما جبتش ليه؟ هنا بقى دي لعبة الاخطبوط، حبينا برضو ان احنا نجربها كده. اليوم كان من كتر الزحمة معرفناش ان احنا نركب كذا لعبة مع بعضيها، يعني كذا لعبة في اليوم. فقلنا يوم تاني هنروح ونجرب بقية الالعاب. دي يعتبر اخر لعبة هنركبها النهاردة، لان من كتر الزحمة بنقف يعني طابور طويل جدا 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 علشان ندخل اللعبة دي. احنا حسبنا لها كانت ساعة ل10 دقايق بالظبط واقفين في الطابور عشان نوصل ان احنا نركب. فكل اللي حصل اللي اخد التيكت مننا عد الافراد الكبيرة، والافراد الكبيرة طبعا بعددنا هناخد اطفال معانا صغيرين، فاخد التيكت بس للكبير، والصغيرين دخلناهم كده. هو المفروض اساسا كل كرسي بياخد فرد كبير بياخدوا التيكت بس ليه، والصغيرين بيدخلوا كده في الحاجات الكبيرة دي لما بيبقى عدد مع بعض. لكن هما لو عيل او طفل داخل لوحده طبعا بياخد له سحب اللي هو التيكت ده. كان في الاعصار طبعا كان مدوخ الناس وكانوا بيصرخوا جدا جدا. الاعصار تحس ان هو صغير عن في الملاهي الكبيرة اللي هي بتاعت المعمورة، والملاهي اللي هي بتاعت اللي هي الكبيرة دي اسمها ايه، اكوا بارك والحاجات دي، تحسوا ان هو صغير شوية كده. بقى خلاص اللعبة بدأت اهي وبدأت ان هي تتحرك، وهسيب لكم الصوت بتاعها الاصلي عشان تسمعوا ريماس عملت ايه في اللعبة، لان انا هلكت ضحك عليها على المنظر.
كده ونزلنا. ايه بس امسكوا في ايدك بقى. كده بقى هيركبوا اللعبة اللي هي بتاعة العربيات دي، وانا ما حبيتش ان انا ادخل معاهم لان انا مش بحبها خالص. لان كل مركب لازم حاجة يعني اتخبط في اي حاجة في رجلي بقى، فاللعبة دي بحس ان هي متعبة جدا جدا. فريماس ومودي ومحمود واللي كان معانا كلهم ركبوا، وانا ما رضيتش اركب وقلت لهم لا انا هقف كده بره اصوركم. وكده خلاص كنا خلاص خلصنا بقى الالعاب كلها، في العاب كتير يعتبر احنا مركبناهاش، لكن الزحمة بقى كان خلاص الوقت اتأخر. وكده كنا متجهين بقى لمول طنطا ان احنا بقى ناكل ونجيب وجبات وناكل، لكن من كتر الزحمة اللي هناك على الاكل والمطاعم وكده، لدرجة ان مفيش اكل اساسا، ما لحقناش ان احنا نجيب اكل لا في رز ولا في عيش ولا في اي حاجة، ما لقيناش اي حاجة. فكل اللي حصل ان احنا دلوقتي هنروح مول طنطا، هنلف لفة كده هناك بسيطة كده، وبعدين بقى ما لقيناش اكل وقمنا متجهين اخرنا، يعني اتجهنا للبيت وكلنا في البيت. هوريكم دلوقتي المكان عامل ازاي عند مول طنطا، والمكان من جوه عامل ازاي. هنا بقى اللالالاند جنب مول طنطا بالظبط. المول هناك اهو، شايفين اليافطة بتاعته اللي هناك المنورة دي. طبعا زحمة موت 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 فوق ما تتخيلوا، المول وكمان الملاهي. يعني اللي حابب يروح مكان زي ده يا ريت يفضل يعني ما يروحش في المناسبات خالص، كأعياد كأيا كان مناسبة ايه، ما يروحش. انا مفضلش ان انا اروح اماكن زي دي. اتفسحنا وركبنا ولعبنا وكان يوم ممتع، لكن لو مش الزحمة دي كلها كنا عرفنا ان احنا نستمتع باليوم اكتر واكتر واكتر. فهنا بقى كنا دخلنا خلاص المول، هوريكم شكل المول من جوه، حاجة بسيطة لفة بسيطة كده. وهنا احنا دخلنا بقى علشان نروح على قسم الاكل اللي هي المطاعم اللي تبقى جنب بعضها دي. كنا هنطلب فرايد تشيكن، لكن لا لقينا لا عيش ولا رز ولا اي حاجة، وعلشان نقف ان احنا نطلب من اي مطعم تاني، فالناس كانوا واخدين اكلهم كده وقاعدين على الارض بياكلوا على الارض. فقلنا طبعا وضع مش مستحب ان احنا نعمله، والولاد ما كانوش صابرين اساسا. فهنا دخلنا بقى المول من جوه، طلبنا شوية طلبات كده، والولاد دوخونا زي ما انتم شايفين كده. ريماس قاعدة تلف باخوها وهو يصرخ، يعني فرجوا علينا المول من جوه. ويعتبر كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة، يا ريت تنزلوا تشتركوا وتحطوا احلى لايك لاحلى اخت في الدنيا اللي هي انا طبعا، واحلى لايك من احلى اخوات في الدنيا اللي هما انتوا طبعا. لسه ما اشتركتوش في القناه، يا ريت تنزلوا تشتركوا وتنوروني في قناتي وتبقوا اخوات واصدقاء وكل حاجه ليا في الدنيا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، احلى اخوات وصحاب في الدنيا. حطوا احلى لايك، وهستنى تعليقاتكم على الفيديو ده، وهستنى كمان انكم تكتبوا لي رايكم في الفيديو. وكده اقدر اقول لكم بقى استنوني في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله.